تعالوا بقى نقضّي اليوم كده مع بعض، من أول ما صحيت الصبح لحد ما ننهيه برضه مع بعض. أنا صحيت الساعة 05:00 اتوضّيت وصلّيت، وبعد كده كان عندي شغل معجّنات عجنته وخمّرته وصحّيت البنات عشان المدارس وعشان يصلّوا قبل ما يمشوا، وحضّرت لهم الفطار واللانش بوكس. كانت المعجّنات بتاعتي اختمرت، شكّلتها وحطيتها في الصاجات وسِبتها تخمر وقُلت أصوّر معاكم الفيديو. طبعًا فطرت قبل أي حاجة علشان كوباية القهوة دي اللي بتخلّيني أعرف أكمّل بقية اليوم. شربت القهوة بتاعتي وخدت ساندوتش الجبنة بتاعي وفطرت الحمد لله. تعالوا بقى نشوف الغدا بتاعنا إيه النهارده. معايا هنا فراخ كنت متبلاها مع الشغل بطماطمية مبشورة وبصلاية مبشورة وملح وفلفل أسمر، بجد بتفرق كتير جدًا. هاسلقها عادي خالص مَيّة بتغلي، هانزل ببصلاية، بطماطماية، بجزراية، ورق لورا، حبهان، أي بهارات بتحبيها للشوربة ضيفيها، وطبعًا الملح. وهانزل بالفراخ بتاعتي وهاهدّي النار بقى كده للوسط وهاسيبها لحد ما تستوي. أنا عندي الولاد ما بتحبش الصدور علشان كده كنت جايبة أوراق بس. نزلت بقى بالأوراق بتاعتي بالشكل ده كده وهدّيت النار وسِبتها لحد إيه، ما تستوي. في التوقيت ده بقى رجعت للمعجنات بتاعتي لقيتها اختمرت، فقُلت إيه، نخبزها في الأول كده علشان نجهّز الorder ده هيتسلّم حوالي الساعة 10:00 وده كان أول أوردراتنا المعجنات. هدّيت بقى على الفراخ ورُحت للمعجنات بتاعتي زي ما قُلت لكم لقيتها اختمرت، دخّلتها الفرن وطلّعتها وبألف هنا غلّفتها واتصلت على الdelivery علشان ييجي يوصّلها لأصحابها، ألف هنا كده على قلوبهم يا رب. في التوقيت ده كانت حوالي الساعة بقت 10:00 نعمل بقى صينية بطاطس. جِبت بصلاية مع قرن فلفل حامي أو بارد، نزلت عليها بملح وفلفل وكمان معلقة من البهارات بتاعتنا دي مشكّلة، كزبرة على كمون على 7 بهارات على بابريكا على شطة، شوية بهارات كده أنا باجمّعهم على بعض وباعملهم البرطمان ده باستخدمه. زي ما قُلت لكم بقى ملح وفلفل، بابريكا، كزبرة، كمون، 7 بهارات، أي بهارات بتضيفيها. وحوالي كده 3 معالق من الزيت، وهامسك بقى البصل مع البهارات مع الزيت والفلفل بتاعي، هادعكه كويس جدًا بالشكل اللي أنتِ شايفاه ده. بعد كده نزلت عندي بالبطاطس مقطّعاها حلقات، لا هي سميكة أوي ولا هي رفيّعة أوي، وبرضه هادعكها مع الخضار والبهارات بالشكل ده كده. وبعد كده نزلت عندي بعصير الطماطم ومعلقة كده من السمنة البلدي. أنا عندي شغل هيدخل الفرن طبعًا كنت متبّلة فراخ للشغل زي ما قُلت لكم مع بتاعتنا فأنا هادخّل البطاطس بتاعتي دي الفرن، لو أنتِ حابة تعمليها على البوتاجاز ما فيش أي مشكلة خالص. نزلت بمعلقة كده من السمنة البلدي وهاروح بقى على الفرن أحطها مع الشغل. دخّلت البطاطس الفرن وسلّمت الorder التاني وحوارات كده، شغلتنا شوية كنا وصلنا والساعة بقت 16:30. طبعًا كالعادة كل يوم ولادي جُم من المدرسة أكلوا أي حاجة سريعة من اللي أنا مجهزاها لهم في التلاجة، لإن أنا معوّداهم إن هُم لو جُم وما لقونيش في الشقة ما يطلعوش لمكان شغلي. والناس اللي ما تعرفش أنا باشتغل في نفس البيت اللي أنا ساكنة فيه، بس مش في شقتي، شقتي منفصلة عن مكان الشغل. وأنا معوّداهم لو جُم وما لاقونيش موجودة في الشقة، بابقى مجهزة لهم أي حاجة سريعة كده يقضّوا بيها اليوم لحد ما ربنا يعينّي ويكرمني وأخلّص شغلي ونتجمّع. وغالبًا ده بيحصل كل يوم أو في الأوقات اللي بيكون عندي فيها ضغط شغل. تمام، فربنا كده إيه، يعين كل واحد على حاله. زي ما قُلت لكم في توقيت الرز ده كده كانت الساعة 16:30 وكنت سلِّمت تاني order عندي، قُلت باعمل رز بشعرية وكنا بنعرف نعمله. أي مادة دهنية عندِك مع فصين من المستكة مجرد ما يسخنوا هانزل عندي بالشعرية، هاقلّبها لحد ما تاخد اللون ده كده معايا، وهانزل بعد كده بالرز مغسول ومنقوع ومتصفّي، ولكل كوباية رز بسمتي كوباية من المَيّة المغلية، هاسيبه بقى لحد ما يتشرّب كل السوائل اللي فيه، وبعد كده هاهدّي النار وهاسيبه لحد ما يستوي. وعلى ما جهّزت الغدا بتاعي كانت الساعة بقت 18:00. تمام. أنا حبيت بس إيه أقضّي يوم معاكم كده ظريف، أنا ما وريتكوش الجانب التاني بقى اللي هي المعمعة الكبيرة في مكان الشغل. فصدقوني زي ما بتشوفوا صورة حلوة وتصوير حلو وحاجة حلوة، شوفوا الجانب التاني، الجانب إن أنا ممكن يعدّي عليَّ اليوم طول النهار ما اشوفش ولادي فيهم غير لمّا أخلّص شغل، والمطلوب مني طبعًا وده حقهم عليَّ إن أنا بعد ما أخلّص شغل وأجهّز لهم الغدا يتغدوا وبعد كده نقوم نذاكر ونشوف طلبات مدرستنا ونشوف طلبات ولادنا. فيا ريت زي ما بتقعدوا تحسبوها كده وتقولوا مش أنا لوحدي على فكرة، لأي حد أنتم بتبصوا له واشتغل بكذا أو معاه كذا أو بُصّوا للجانب التاني، بجد الجانب التاني بيبقى تمنه كبير أوي، تَمَن إن ممكن يعدّي عليكِ يوم كامل ما تشوفيش فيه ولادِك وهُم مقضّيين نَفْسهم، ما قعدتيش معاهم كده وأكلتِ معاهم، لأ ممكن يقضّوا بأي حاجة سريعة كده take away من التلاجة، علشان زي ما قُلت لكم أنا قايلة لهم ومعوّداهم ما يطلعوش مكان شغلي نهائي. الرز بتاعنا استوى والفراخ بتاعتنا كانت سلقت، اديتها كده دهنة ودخّلتها تحت الشواية، وصينية البطاطس اللي أنا كنت عاملاها معاكم ما كانش لينا نصيب فيها، كانت من نصيب حد تاني، وعملت مكانها الطاجن الصغير ده،
وبكده قضينا يوم حلو ظريف لطيف، ووريتكم برضه الصورة الحلوة، وإن شاء الله هنعمل فيديو بعد كده أوريكم بقى الشغل بتاعنا بيبقى عامل إزاي. لايك وشير لو عجبكم الفيديو، قبل أي حاجة ما ننساش نصلي على